لا حول ولا قوة إلا بالله. أسريط يا ابني، واحنا نقول طوب انت تقول احلبوه؟ شوف انت بقالك قد ايه دلوقتي رايح جاي على الدوار، لا بتعقد رسمي ولا بتطلق ولا بتدي لعيالك حقهم. انا ما تاخرتش يا شيخ البلد، هي اللي مش عايزه تعقد رسمي. السنيوره انت عم شراقي عايزه تتطلق. حلو حلو، يبقى ابوها بقى يجي زي الشملول كده ويجيب الوصل ابو 1.5 مليون يقطعه قدامي. انا ساعتها اروح اسجل العيال وارمي عليها اليمين في ساعتها، ونفكنا بقى من السهريه اللي ريحتها عطلت دي. وعيالك يا صريط؟ طيب سماح اختي وملزومين نصرف عليه، انما عيالك هنوكلوهم ونكسوهم وانت زي التركي دي؟ اتلاقي على عينك، اتلاقي على عينك انت يا صريط واصرف على عيالك. مش كده حماده يا ابني؟ عيب عليك، حتى العمده قاعده اهي. فين سماح يا عم شراقي؟ مش قلت لك انها لازم تكون موجوده؟ والله يا بنتي سماح ما بتعتبش باب البيت، قلت لها تحضر قالت انها مطمنه طول ما الموضوع في ايد حتى العمده. الموضوع في ايد حضره العمده. لا يا اخويا، المواضيع كلها في ايد ربنا. السلام عليكم. اقف عندك يا جدع انت، راح فين؟ حضره العمده ما قالتش تمشي. يعني هي كده كل مره بنتكلم الاول ونطرح الحلول وبعد كده تتخانقوا وما نكملش. الجلسه رقم كام دي يا ضو؟ الرابعه للسريتي وال23 للجوازات العرف. نقول تاني، في ست وفي اطفال، وضعهم ومستقبلهم متعلق على اتفاقكم. العيال دول ولاد حضرتك والست دي بنت حضرتك، وعم ابو نهرو هيقول لكم الحل الاخير. شوف يا سريط يا ابني، انت حداك 1.5 ملكك، تكتب لسماح 5 قرارين وكده يبقى التعويض المناسب عن الوصل. عجبك الكلام ماشي، مش عجبك الكلام تكتب لها 1.5 وتاخد انت عيالك تربيهم بمعرفتك. خلص الكلام. نهايته يا شيخ البلد، انا مش هكتب ارضي باسم حد. يبقى خلاص ناخد الوصف ونطلع على النيابه. عدين العيب كده يا حضره العمده. ايه اللي بتقولوا ده؟ يعني ابننا يتسجن عشان انتوا ما عرفتوش تربوا بنتكم؟ مش هسمح باي تجاوز يحصل في حق سماح يا ابو سريتي لو سمحت. ما هو لو كان راعى ربنا في مراته وعياله ما كانش هيتسجن يا ناصح. ده الحل الوحيد عشان هي تاخد حقها والاطفال يكون ليهم مصدر رزق وانت ما تتسجنش. ها قلتوا ايه؟ قلنا يفتح الله يا حضره العمده، واني لو هتسجن عمره كله مش هكتب ولا متر واحد من ارضي واسلمها بايدي اللي ما يسواش. وسجنك مش هواكلكم اللحمه ده يا ابني، اعقل يا سلطة، احنا في ايام مفترجه. طب يفرض كتبناها الارض وهي اتجوزت، يبقى ارضنا راحت لحد غريب؟ حقها ونفقتها. انتوا عايزين تجوزوا اطفال لبعض وما تدفعوش الثمن؟ حرام عليكم. كل واحد باصص لنفسه ومصلحته بس، وما بيفكرش لحظه في مصلحه البنت اللي عندها 18 سنه ومتعلقه، لا هي متجوزه ولا هي متطلقه ولا عارفه تربي العيال. انتوا ايه؟ لا بترحموا ولا بتخلوا رحمه ربنا تنزل؟ يا شيخ البلد، مفيش جوازه هتحصل في البلد الا وانا حاضراها بنفسي. مفيش اطفال قصر هتتجوز تاني طول ما انا هنا. واللي هيعمل كده يعتبر نفسه بيعادي القانون وبيعاديني انا شخصيا، ومش هيرتاح لي بال الا لما اسجنه انا بايدي. خلاص، جواز البيع والشراء ده وقته انتهى، وده اخر كلام عندي.